تعالوا بقى في الفيديو ده هنشوف النحات العبقري ده بيعمل ايه. طبعا هو جاب قطعة من الشجر او الخشب وبدأ يفرغها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده جاب قطعة خشب تانية اللون البني الغامق ده اللي انتوا شايفينه، وبدأ يسكن الاماكن الفارغة اللي هو فرغها باللون الخشب الغامق ده، وبدأ يلزقه طبعا، وبدأ يقطع في الخشبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لكن الفكرة يا جماعة فكرة عبقرية طبعا، والشكل النهائي هيعجبكم جدا، لان الراجل ده نحات وشغله مميز جدا جدا. قبل اي حاجة عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اكثروا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. كل مهنة وفيها المبدعين بتوعها. اهم حاجة ان انت تكون حابب اللي انت بتعمله عشان تطلع المنتج النهائي بشكل مميز يلفت الانتباه والانظار اليه. طبعا الحرف اليدوية دايما بيكون فيها ابداع، لانها بتتكون من شغل الانسان، والانسان طبعا بالفطرة دايما بيكون مبدع، فبيبتكر كل شوية حاجة جديدة. طبعا انقراض الشغل اليدوي ده والنحت اليدوي ده هيبقى طبعا خسارة كبيرة يعني. لكن بجد الناس اللي هي بتشتغل الحرف دي او الناس اللي هم النحاتين دايما تلاقوا عندهم تحف وحاجات يعني قيمة جدا، بتبقى يعني بأدوات بسيطة وبخامات بسيطة، لكن الشغل اللي فيها شغل احترافي عالي جدا، ودقة اوقات بتكون غير متناهية. تحف وانتيكات وخزف وحاجات بتدي طابع للمكان اللي بتتحط فيه، سواء محل او بيت. طبعا الحاجات دي بتبقى ملفتة للنظر جدا في المكان، وبتدي طابع ورونق معين. طبعا بيحس بالحاجات دي الناس اللي يعني بتحب الشغل اليدوي اكتر، يعني من الحاجات اللي بتيجي متصنعة جاهزة يعني بمكن او كده. خلينا نشوف الراجل ده هيعمل ايه بالخشبة اللي هو من البداية أسسها بشكل غريب وهينهيها بشكل أغرب. خلينا نتابع ونشوف الراجل ده بيعمل ايه. طبعا هو بدأ الشكل بتاع المنتج بدأ يظهر، بدأ يتضح لينا هو عايز يعمل ايه. طبعا هو دلوقتي بينعمها بالصنفرة زي ما انتوا شايفين، عشان بقى لما يجي يفنشها ويشطبها تطلع بشكل مثالي. طبعا هو دلوقتي بيديها الفينش الاخير، وبيحاول بقى يوصل للشكل النهائي بتاعها. طبعا هي دلوقتي بقت قطعة مميزة جدا جدا جدا، شايفين يا جماعة؟ طبعا هو دلوقتي بيرشها على لونها اللي هو الوش اللميع ده، ما شاء الله. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة.